على الراديو، راديو دوغما 3.10. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أعزائي مستمعي راديو دوغما، أهلا بيكم. اعمل الخير وارميه البحر. المثل ده كناية عن إنك أنت تعمل الخير وترميه ورا ظهرك وما تنتظرش مقابل ولا شكرانية من حد. عايز أقول لك خلي بالك، أوقات كتير، مش دايما يعني، لكن أوقات كتير لما هتخدم حد وتتعب علشانه وتضيع وقت وتبذل جهد وتضحي، الكلام ده كله غالبا أو يعني كتير أو أحيانا ده أكتر واحد مش هيشكرك، وكمان هتكون أنت أقرب شماعة هيعلق عليها المشاكل وهيسيب الحاجات الحقيقية الكبيرة اللي هي سبب الفشل والمشاكل، وهيصطاد حاجة هايفة جدا انت عملتها وانت بتخدمه، وهيقول هو ده السبب في المصايب. طب نعمل ايه بقى؟ بلاش نخدم حد؟ غلط، انت هتخدمه كل حاجة، بس هتعمل حاجة بسيطة خالص مختلفة، انك من جواك كده تقرر وتاخد مع نفسك قرار انك تقدم خدمتك لربنا في شخص البشر اللي قدامك، وتعرف ان ربنا شاف وقبل منك تعبك ومجهودك ومحبتك. اما البشر بقى يفعلوا ما يريدونه وانت لا تعطي اهتمام لهم لسببين: اولا هم بشر ضعفاء ما عندهمش حل تاني للهرب من المسؤولية غير انهم يلاقوا شماعة اللي بتكون غالبا حضرتك. ثانيا هم دول البشر بيعتبروا اللي انت بتعمله ده حق مكتسب ليهم، فلو سمحت لا تضع رجائك في البشر. يقول كده الكتاب في كولوسي 3:23: وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس. مش تخريف كاهن. دمتم في رعاية المسيح وحفظه وعنايته وسلامه، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين.